فترة من الفترات اهلي ملوا من عندي وشمروه بالجيم، وما اقول لكم شهراني وبطلت. ولو انت عايش هذا الشهر بدالي كان ما شمات روحك من الشباك، كان شمات روحك من المجر. رحنا انا وجدي للجيم على مود نسجل وبالرقص طبعا، يعني مو باي طريقة عادية. رحنا الجيم وسجلنا ولقينا الكابتن. شو اقول لك على الكابتن؟ الباي مالته بقد راسه مرتين. اهدأ، ركز، تعرف ان هذا الشرطة بالبيت. سجلنا وكتبنا الكورس وراح جدي، والكابتن ظل يبوع على جدي منا لحد ما صعد بالسيارة. ورا ما صعد بالسيارة وطلع الباب انقفل تلقائيا، ما ادري شلون، تعال فهم ما اعرف. اشو هذا الكابتن اجى علي يمشي علي كيف، وقال لي بدون دلع. شنو كابتن؟ يا شنو بدون دلع؟ انا من قاع مع الظل، انا من جابت قال شب. ما اسولف لكم، هو قال لي نشب منه ودمع صارت بطرف عيني الا شوي وش متعاوره. ومشت الكابتن مرني تمرين ما خلى عضله بجسمي ما كفرت بيه، كلهن مرنهن من الاصبع الصغير لحد عضله العين مدري المخ مدري يا هي. كملت اليوم الاول والثاني والثالث ووصلنا لحد الرابع. بوقتها كنت مكمل تمرين، والتمرين كان كلش صعب. رحت كانت مرطبات قدام القاعة، قلت دخلنا ناخذ لنا كوكتيل. اشو رحت نزلت الكوكتيل، وصل عند الطلب وكمشته بايدي. ابوع الكابتن هاد الصوندة وقام يصرخ صيح، ولا كنت ايش قاعد تسوي؟ شنو هذا اللي بيدك؟ اسولف لكم انا اشوفه يركض وراي وقلبي وقع بهذاك المكان وانتم بعد فسروا. وهو يركض اكو تيك توك كانت تمشي على الخفيف، شيتت بيها حسيت نفسي كيانو ريفز. بوع الزلمه عباله عتهم شيت بالتيك توك، وانه بعد ما مكمل صدمته وبوع عجامه عباله النمرود معضل قاعد يركض وراه، الزلمه همشي بطعه روحه. رجعت يومين للبيت ما رايح للجيم، ما رايح للجيم، قلت خاف ينسى خالي منا يعديها. وصدق اشو انا رحت للجيم والكابتن ما موجود بالقاعه. حلو، طبينا الجيم. عباد الله كلها تبوع علي، تقول عبالك شمر وطاب للقاعة. ها خالي شني؟ ابوع المساعد مال الكابتن يأشر وراك. خالي بعد ما من داره ويجيني دبل طراق خلى راسه بالطول. انداريت ولقيت الكابتن وراي شايل شفت وزن 25، تلاصت وتركب في الكعبة، طقيت سبرنت بالقاعة. شو قمت افتر وهو يركض وراي شايل الشفت، وخوب خالد دمبلص بجيبه. تقول عبالك نوى ابن والله انا ظليت اركض منه لحد ما انحصلت بالغرفه مال تبديل ملابس، وهنا هو استلمني. انا ادحت شوي الرجال وشو انقلبت بقوري. اشو هذا قفل الباب وجع وجه الشفت على ظهري، وانت بعد تخيل. ومن يوم هضاج منه حقد علي وقام يمرني تمارين ابو كلب. مرة انا قاعد امشي بطريق بالجيم ولقيت صديقي الابتدائي المفضل، صديق القوة المفرطة، ولك هلا السلام عليكم كله واتساب براذر. اللي وين رايح خالي؟ قلت له رايح للجيم. كان قال لي يلا، هو انا الحن على ابوي على مود اروح للجيم. كان قال لي يلا شوف لي اسعار شلون. المهم قمنا نمشي بالطريق، وش هذا قام يشغل اغاني صدريه وكله احنا زلمه جد شديد وابن الصدريه ابن وصلنا القاعه وطبينا، وهم ما لقيت المدرب ماكو. خالد تبع لما تسجل بالقاعه اذا ما لقيت المدرب مالتك ماكو يعني صارت لك مشكله. وما احسك انضرب الضربه اللي زقت في القاع، اريد اقوم ما اقدر. ابوع على صديقي شو هذا قاعد وقام يصرخ تلقائيا. ابوع الكابتن اخترع من صراخ الولد. شو هذا الكابتن قام يركض بالقاعه. ابوع الكابتن انحول قام ما يعرف وين يروح. انا شفته يجي يركض علي سويت روح بي، والنوب قال لي هذا شلون يسكت؟ والله ما اعرف، ولك شلون يسكت؟ زين ما اعرف. الكابتن انطرش من صراخ الولد ولقى الحل الوحيد، شال الولد وشمره من الشباك. ومن يومها ما شفت صديقي ابدا، لا رحت للجيم ابدا، وهذا السبب. وتقول للجيم رياضه الزرب بي الكاب.